السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطالنا أخباركم إيه؟ وحشتونا جدا. طبعا أنت دلوقتي عدى خلاص أول 10 أيام من رمضان وأنت مقضيها قطايف وزلابيا وبلح الشام. النهاردة أنا جاي أتكلم في حاجة مختلفة كده. جاي أتكلم في برنامجين أنا حرفيا كنت متابعهم من أيام ما كنت في كلية. لازم قبل ما أخش فاينل أو ميد ترم كنت لازم أفتح الفيديوهات دي وأقعد أسمع لها. تلاقيني كده بدمع وبص حرفيا بحمد ربنا عن الواحد اللي هو فيه. يعني الواحد تحس إن هو عنده مشاكل الدنيا وهو بص الدنيا مقلوبة قدام عينيه، لكن لما يجي يبص على الاتنين دول حرفيا بيعرف قد إيه إن في ناس كتيرة أصلا عندها يقين بالله وصبر. الواحد لو اتحط مكانهم مش هيقدر يعيش زيهم كده. عندك اول برنامج اللي هو بتاع مذيع في الشارع، اكيد كل الناس عارفاه، البطل احمد رأفت. الراجل ده بصراحه حاجه عظمه يا جدعان. الراجل ده بيقدم برنامج عظمه. بص في ناس بتقول لك احنا كل ما نتفرج نقعد نعيط، حرفيا والله بيقابل ناس، يعني الناس دي عند ربنا حاجه كبيره جدا. فيعني لو انت بص عشان شويه حاجات ومش قادر تصبر، روح على طول اسمع الناس اللي بيقابلهم دول، وحرفيا هتلاقي نفسك ان خلاص تقول الحمد لله، ده انا في نعمه كبيره، ده في ناس حرفيا انا لو مكانهم والله ما هقدر استحمل اللي هم فيه. تاني حاجه عندك اللي هو بتاع حياه كريمه، عمك ايمن مصطفى. الراجل ده عظمه برضه، بيعمل كده تيست للناس بيقابلهم بيبقوا محتاجين بص ماديات ولو 10 جنيه، مجرد ان هو بيدوهم مبلغ صغير جدا وبيقابله كده بيعمل تيست اختبار، والناس بتبدا ان هي تطلع لله من 500 جنيه بيجي يديهم مبلغ. الناس ما بتبقاش مصدقه نفسها. في ناس كتيره تقول لك يا 3000 جنيه و2000 جنيه خلي حد يعيط. ما هو الفكره ان انت ما اتحطتش مكان الناس دي. فعلا والله العظيم الناس دي بتخلي الواحد يتعلم الصبر واليقين بالله وان لسه في امل. فحرفيا اوعى يفوتك اي حلقه من البرنامجين دول. وتحيه كبيره جدا لعمك احمد وتحيه كبيره جدا لعم احمد رأفت، لان الراجل ده ياما خلانا اعيط قبل ما اخش الفاينل. سلام.